ثم بعد ذلك من تمام توبته أن ينظر إلى ما فرط فيه من سوالف أيامه ولياليه وما أضاعه من عمره من الفرص النادرة التي يتمناها أهل القبور. فلو كشف لنا عن حال المقبورين تحت الأرض لعرفنا أن كل إنسان منهم يتمنى أن يعود لهذه الدار ولو لحظة واحدة ليقول لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها. فنحن فوق الأرض وسنكون قريبا تحتها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فعلى كل إنسان منا أن يبادر للدراك ما بقي من عمره، لعل ذلك يكون تكفيرا عما مضى. وقد قامت علينا الحجة بما عمرنا الله فيه من أيام هذه الحياة الدنيا، ولذلك يقول الله لأهل النار يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. فكم مضى من الساعات والأيام والليالي التي لم تكن في طاعة الله، وإنما كانت في الغفلة والإعراض والإدبار عن الله. وقد فتح الجبار أبوابه أمامنا فأعرض كثير منا وولاها ظهره، وهذا ما يندم عليه الإنسان غاية الندم. ولذلك يقول أحد العلماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن.